واليوم كالعادة في برنامج بلوطة شو بنقدم لكم العديد من الأفكار كما وعدتم. من الأفكار هذه بنقدم لكم فكرة الحب. الحب هو شيء طبيعي عند كل إنسان خلقه الله. في الإنسان ومحتواه القلب. سنأخذ معا أنواع الحب. حب شخص لشخص بدافع العشرة، يمكن أن يكون نتيجة لعمل ما، وهذا الحب يمكن أن يندثر بطول الزمن نتيجة البعد الكلي، وذلك بعدم وجود تواصل فيما بينهم. وكما نأخذ أيضا حب حبيب لحبيبه، وذلك بدوام وجوده في فكره وعقله وقلبه، ويعبرون عنه بطرق مختلفة. هناك من يعبر عنه بالتصوير والغناء في شكل كليب أو في شكل شريط استماعي، وهناك من يعبر عنه أيضا بالوحدة أو في نفسه، وهناك من يعبر عنه بمجابهته في كل أنحاء العالم. وهذا التعبير ينتج عنه تحقيق كل ما يريد لحبيبه أو لحبيبته. وهذه التعبيرات للحب تعبيرات عن الحب هو حب بذاته، هو حب حقيقي ونافع في حياته الدنيا، ولكن يمكن أن يكون غير نافع في الآخرة، وكذلك يمكن أن يكون نافعا في الآخرة، وهذا حسب علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إن كنت قريبا من الله بطبيعة الحال سيكون حب بما يرضي الله. إن كنت بعيد عن الله سيكون هذا الحب حقيقي ولكن غير نافع في الآخرة، ويمكن أن يكون نافع في الدنيا بعيش الحب كتجربة ذاتية. ولكن أعظم حب هو حب الله وحب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حب الحقيقي في الدنيا والآخرة، وهو النافع في الآخرة بتكريم ربك لك بالنظر إلى وجهه الكريم وبرحمته لك بالجنة. وهنالك تعبيرات عن هذا الحب: توقيف كل مسيء إلى الله ورسوله عند حده، الجهاد في سبيل الله، طاعة الله على أكمل وجه حسب قدرتك في أي وضع كان، وكذلك طاعة الرسول، التقرب إلى الله اقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والحب الطبيعي كما ذكرنا سابقا هو حب متبادل بين الأطراف، مثال عادي: حب زوجة لزوجته،